ازيك؟ مستعدة تكتشفي السر اللي بيأثر على حياتنا بشكل كبير كستات؟ النهاردة هنتكلم عن الغدة الدرقية. بنسمع عنها كتير، الغدة اللي ممكن تكون المسؤولة عن تعبنا كستات وزيادة وزننا وحتى تغيير مزاجنا. وعلى فكرة انتي مش لوحدك، كل 8 ستات في واحدة عندها مشكلة في الغدة الدرقية. ودلوقتي معانا الدكتورة مريان، دكتورة التغذية العلاجية في زنبليطة فيت، هتكلمنا عنها وهتوضح لنا كل التفاصيل بطريقة بسيطة وعملية عشان نعرف ازاي نحافظ على صحتنا. خليكم معانا. اضطرابات هرمونات الغدة الدرقية هو مرض مناعي، لكن ممكن تحفزه بعض الأدوية، منها أدوية التخسيس. بنعرفها إزاي؟ لو في خمول في الغدة بيبقى فيه إرهاق وعدم تركيز، إحساس بالبرودة، زيادة في الوزن وآلام في المفاصل. أما بالنسبة لفرط نشاط الغدة فبيكون العكس، إحساس بالحرارة والتعرق، القلق والتوتر، العصبية، الرعشة في الإيد، أرق، زيادة ضربات القلب وزيادة الضغط، وزيادة في الشهية مع فقدان الوزن. الرياضة بتساعد على تنظيم مستويات هرمون ال TSH اللي هو الهرمون المحفز للغدة الدرقية، بالإضافة لتنظيم الحرق والحفاظ على الوزن، طبعا ده بجانب النظام الغذائي والأدوية. اشتركي دلوقتي في البرنامج البلاتيني من زنبليطة فيت، وابدأي رحلتك لحياة صحية أكتر مليانة سعادة وثقة.